وليمة العجينة السايلة أو وصفة العجينة السايلة من الوصفات فعلا طعمها مميز. فكرتها تشبه كتير اللازانيا بس طعمها مختلف كليا. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. أول حاجة هنحضر العجينة. في دور الخلاط هضيف كوبايتين من الحليب البارد، كمان هحتاج كوبايتين من المية وعدد 2 بيضة في درجة حرارة المطبخ، كمان معلقتين كبار من الزيت، زيت نباتي، وهضيف عليهم 3 كوبايات من الدقيق الابيض. هنا ضفت في الاول كوبايتين ونص وبعد كده احتاجت نص كوبايه، يعني المقادير معايا كوبايتين من الحليب، كوبايتين من الميه، عدد 2 بيضه، معلقتين كبار من الزيت، و3 كوبايات من الدقيق. بهرتهم بملح وفلفل اسود، بس معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنضربهم دلوقتي في الخلاط. تقدروا تستبدلوا الخلاط بالهاند بلندر او المضرب اليدوي زي ما تحبوا، بس انا هنا بفضل الخلاط علشان قوامها بيكون ناعم جدا ومش محتاج ان احنا نصفيه بعد كده. هنا العجينه بقت جاهزه معايا، يكون قوامها سايل شويه اكتر من عجينه الكريب. هدخلها التلاجة ترتاح، وبعد كده هنعصج اللحمه المفرومه معايا في طاسه على النار. معلقتين كبار من الزيت، ضفت عليهم نص كيلو من اللحمه المفرومه. هبتدي اقلب اللحمه لحد ما تفرول معايا ويغير لونها، وبعد كده هضيف عليها بصلايه كبيره مبشوره. تقدروا تضيفوا البصل في الاول مع اللحمه زي ما تحبوا. المهم ان احنا ما نحمرش البصل، يعني انا بفضل ان هو يدبل بس مش اكتر من كده. هقلب البصل مع اللحمه وبعد كده هبهره بالملح والفلفل الاسود. تقدروا تضيفوا بابريكا لو حابين، تقدروا تضيفوا كمان شويه من السبع بهارات زي ما تحبوا، بس هي بالملح والفلفل الاسود بس. كانت بصراحه خفيفه ولذيذه جدا. اقلبهم مع بعض لحد ما البصل يدبل ويبتدي ينزل السوائل بتاعته. واضيف عليهم معلقتين كبار من صلصه الطماطم او معجون الطماطم. تقدروا تستبدلوهم بعصير طماطم فريش، بس لو هتستخدموا عصير الطماطم ياريت يكون تقيل مش خفيف، ما تخففوش خالص بالميه. مش عاوزين الحشو يكون فيها سوائل كتير. هقلبها بقى، هقلب الصلصه مع البصل واللحمه. بعد كده هضيف عليهم فلفل اخضر بارد مقطعه مكعبات صغيره. تقدروا تضيفوا فلفل الوان، تقدروا تضيفوا فلفل سبايسي لو حابين انها تكون حاره شويه. كمان تقدروا تضيفوا جزر مبشور زي ما تحبوا. قلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الحشوه او اللحمه ما يكونش فيها سوائل خالص زي كده. كده بقت جاهزه معايا، هركنها على جنب وبنبتدي نسوي طبقات العجينه. خرجتها من التلاجة، ولازم بعد ما نخرجها من التلاجة ان احنا نقلبها كده فوق وتحت كويس جدا، علشان الطبيعي لما بتتركن شوية الدقيق بيبتدي يترسب في القاع، فلازم نقلبها قبل ما نستخدمها. هنا بقى في طاسة على النار. ممكن نستخدم طبعا الطاسة اللي تحبوها او المقاس اللي انتوا تحبوه، مفيش اي مشكلة. هنا الطاسة مقاس 30. هتطلع معايا في النهاية من 6 ل7 طبقات تقريبا. لازم النار هنا تكون هادية، وطبيعي ان اول طبقة ما بتبقاش مظبوطة، فعادي مفيش مشكلة، ما نكونش لسه اتعودنا على مقدار العجينة اللي هنضيفها في الطاسة او هي هتحتاج قد ايه. كمان هي الطاسة ما بتكونش لسه ظبطت الحرارة بتاعتها، فمفيش اي مشكلة. وهنا قصدت ان انا ما اقطعهاش، عادي هتعامل بيها مفيش مشاكل. وبعد كده ان شاء الله هتظبط. الطاسة هتكون حرارتها اتظبطت، وكمان عرفنا مقدار العجينة اللي احنا هنحتاجها في الطاسة بالظبط اهو. وهنا لازم نسوي العجينة كويس، يعني الافضل ان هي تاخد لون تحميرة زي كده، علشان هي مش هتستوي بعد كده تاني خالص، مش هتدخل تسوية. فلازم نسويها كويس او نديها لون تحميرة بسيط علشان الدقيق والبيض يستووا معانا. هحضر دلوقتي تاني طبقة. هبتدي احرك الطاسة حركة دائرية عشان اوزعها فيها اهو بالتساوي. وهنا بتكون النار هادية جدا لحد ما العجينة تبتدي تفك الاطراف بتاعتها وتتحرك كده بسهولة. هعلي النار شوية، خليها متوسطة لحد ما تاخد لون على اول ناحية، وبعد كده بنقلبها تاخد لون تاني على الناحية التانية او الوش التاني اهو زي كده. شايفين بقى العجينة ظبطت معانا ازاي، وما شاء الله يعني بتفك بسهوله وما تقطعتش مننا واحنا بنقلبها. زي ما قلت لكم طبيعي ان اول واحده ما بتبقاش ظابطه، فما نقلقش خالص.
وبعد ما بنسويها بنرجع نهدي النار تاني ونضيف العجينة في الطاسة ونوزعها، والنار تفضل هادية لحد ما اول وش ياخد لون وتبتدي تتحرك معانا بسهولة. بنبتدي نعلي النار شوية نخليها متوسطة علشان نسوي باقي الطبقة او نحمر الوش التاني، وهكذا لحد ما نخلص باقي الكمية. لتحضير الصوص معايا معلقتين من الزيت، ضفت عليهم معلقتين من الزبدة. اول لما يدوبوا ضفت عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وهنا مش هنقلب الدقيق كتير او هنحمصه علشان ما يديناش طعم البشاميل، احنا عاوزين الصوص يكون كريمي شوية. اول لما نقلب الدقيق تقليبه واحدة مع الزبدة والزيت هضيف عليهم نص كمية الحليب اللي احنا هنستعملها. انا هنا هستعمل 1 لتر من الحليب. ضفت في الاول نصه، قلبته كويس جدا مع الدقيق علشان ما يكلكعش، وبعد كده ضفت باقي كمية الحليب مع الاستمرار طبعا في التقليب على نار هادية. لازم النار هنا تكون هادية وما نستعجلش عليه علشان الدقيق يستوي معانا كويس. هبتدي ابهره بملح وفلفل ابيض مش اكتر من كده، وهنا بفضل الفلفل الابيض عشان ما يغمقش لون الصوص معانا، بس لو مش متوفر استخدموا الفلفل الاسود عادي. هقلبه كويس جدا لحد ما يعني نحسه خلاص وصل لمرحلة الغليان. هنضيف معلقتين من الجبنة الكريمي لو متوفرة، او كم قطعة من الجبنة المثلثات زي ما انا استعملت كده. لو مش متوفر اي حاجة من دول مفيش مشكلة. اول لما نلاحظ ان هو ابتدى يغلي من الجوانب خلاص هطفي النار وهركنه على جنب كده، بقى جاهز معايا. وهبتدي دلوقتي اطبق الوصفة بتاعتي. هجيب الصينية اللي هشتغل فيها بعد ما سويت كل كمية طبعا العجينة اللي معايا، هضيف في القاع معلقتين من الصوص، وهبتدي ارص الطبقات. ونراعي واحنا بنرص طبعا ان احنا نظبط ايدينا في توزيع اللحمة علشان يكون توزيعها متساوي ما بين الطبقات كلها. هبتدي ارص اول قطعة من العجينة، بعد كده لحمة ومعلقتين كده من الصوص. ونقدر ندمج الصوص مع اللحمة او نسيبه كده متوزع بشكل عشوائي زي ما تحبوا. انا هنا هعمل الطريقتين ومش هتفرق في النهاية، ان شاء الله ان النتيجة واحدة والطعم هيكون حلو جدا. اهو هنا مش هدمج الصوص، هسيبه متوزع كده لحد ما اخلص كل كمية او كل عدد الطبقات اللي معايا. طبعا عدد الطبقات هيفرق معانا على حسب حجم الصينية اللي احنا هنستعملها، وطبعا ده بيرجع في الاول لحجم الطاسة اللي احنا بنسوي فيها العجين. لو حجم الطاسة صغير هنستعمل مقاس صينية اصغر اكيد. هنا خلصت كل الطبقات، هبتدي اوزع على الوش باقي كمية الصوص اللي حضرناه. وهنا ما شغلتش الفرن خالص من قبلها، ومش محتاجة ان هو يكون سخن لان احنا هنسويها تحت الشواية. الطبقات معانا مستوية كويس، كمان الحشو مستوي كويس، فمش محتاجين ان احنا نسيبها وقت خالص في الفرن. هدخلها في الفرن تحت الشواية بس البشاميل ياخد لون. لو مش حابين البشاميل يتحمر زي كده تقدروا بس تسيبوه لحد لما يتشمع وبعدين تخرجوه تضيفوا الجبنة. لو مش هتضيفوا جبنة خالص حمروه عادي جدا زي البشاميل او زي اي نوع بشاميل اللي بنحضره. الجبن بقى تقدروا تستعملوا موتزاريلا، تقدروا تستعملوا ميكس، اجبان زي ما تحبوا. هدخلها تاني الفرن لحد ما الجبنة تبتدي تاخد لون زي كده. خلاص بقت جاهزة معايا، وهسيبها لحد لما تبرد او تهدى شوية علشان نعرف نقطعها. عايزة اقول لكم ان قوامها ناعم جدا، والعجينة كمان طعمها مميز قوي، طعمها قريب جدا من الفطير. كمان ريحتها واحنا بنسويها كانت تحفة. الحليب مع البيض مدي طعم جميل جدا. دي اول قطعة قطعناها، هقطع معاكم كمان قطعة كل لما تبرد في التقطيع بتكون مظبوطة اكتر. اهو زي كده، كانت هنا بردت شوية زيادة فما شاء الله كانت مظبوطة في التقطيع. اتمنى فعلا انتوا تجربوا الوصفة دي، من الوصفات اللذيذة جدا هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان نوصل للطعم المظبوط للكبدة اسكندراني لازم نشوحها في قطعة من اللية او دهن الخروف في طاسة على النار فيها معلقة واحدة من الزيت. اول لما تسخن كويس هضيف عليها قطعة من اللية مقطعها مكعبات صغيرة ونقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح ده. بعد كده هنشوح فيها كبدة بتكون مقطعها كده شرايح رفيعة، ونقدر نخلي الجزار يقطعها لنا. كل ده على نار عالية مش هنهدي النار. هنقلب الكبدة مع اللية لحد ما تبتدي لونها يغير، وبعد كده هنضيف الثوم. الافضل ان احنا نضيف الثوم بعد ما نشوح الكبدة وما نحمروش في الاول علشان ما يغيرش طعمها.
هضيف معلقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم، وهبتدي اقلبه مع الكبدة لحد ما تظهر ريحته، مش اكتر من كده. بعد كده هنضيف باقي المكونات بتاعتنا، طبعا فلفل اخضر بارد وفلفل سبايسي لو بنحب الحار، لو مش بنحب الحار نقدر نستغنى عنه. هنضيف كده كمية حلوة من الفلفل الاخضر، وكمان التوابل. اساس الكبده الاسكندراني الكمون والكزبره، ضفت الكزبره، كمون، وشويه صغيره جدا من الفلفل الاسود، وطبعا الملح. هنقلب الكبده مع الفلفل والتوابل دي كلها لحد ما الفلفل يبتدي ينزل السوائل بتاعته ويدبل شويه كده. خلاص قبل ما نطفي النار بدقيقه واحده هنضيف عصير ليمونه كبيره مع معلقه واحده من الخل، وكده الكبده الاسكندراني بتاعتنا جاهزه. مفيش اسرع ولا اسهل من كده، الريحه تجنن، من الاكلات المنجزه ما بتاخدش وقت. نعملها بقى سندوتشات ومش محتاجه جنبها اكتر من سلطه الطحينه وشكرا. وطبعا لو مخلل بلدي بيكون حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعه للصفحه. السلام عليكم ورحمه الله. تتبيله المطاعم لتسويه رومي كامل او خروف، انا سويت بيها فخدة رومي، ما شاء الله كانت النتيجة والطعم لذيذ جدا. كمان تقدروا تجربوها في تسوية الفراخ، ان شاء الله هتعجبكم. للتتبيلة معايا معلقتين كبار من دبس الرمان، هضيف عليهم 3 معالق كبار من صوص الباربيكيو، وياريت التتبيلة دي تكون قبلها بيوم او على الاقل خالص قبلها ب3 ساعات. معلقتين كبار من الخل، وعصير ليمونة كاملة، وكمان معلقتين من الزيت، زيت نباتي. هنضيف بقى كمية الملح اللي هتناسب الحاجة اللي احنا هنسويها. ضفت الملح، وكمان معلقة صغيرة مليانة من فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، رشة قرفة، معلقة كبيرة مليانة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من السماق. السماق بيكون حلو جدا مع الرومي والفراخ، بيليق معاهم قوي وبيدي طعم مختلف وحلو. كمان هضيف معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر. هنا مش هستعمل بصل او ثوم صحيح او طماطم او فلفل، انا هكتفي بده، تدي طعم حلو جدا. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده هجيب الفخدة اللي انا هسويها وابتدي اشرحها كويس بالسكينة من كل الجوانب، علشان اضمن ان التتبيلة تدخل في كل مكان فيها، ويكون طعمها يعني من جوه زي بره بالظبط، وتكون شاربة التتبيلة كويس. انا النهاردة كنت مستعجلة وما سويتش قبلها بيوم ولا حتى قبلها ب3 ساعات، بس كمان الافضل ان هي تاخد وقتها في التتبيلة. كل ما بتقعد في التتبيلة وقت اطول بيكون اطرى، وكمان بتدي نتيجة احلى كتير. واهم حاجة قبل ما ندخلها الفرن يكون الفرن سخن جدا على اعلى درجة حرارة. جبت صينية دلوقتي على قد الفخدة بالظبط، ويكون الافضل ان هي تكون على قد الحاجة اللي احنا هنسويها بالظبط عشان تكون مكمورة كويس. فيها ورقتين من الالومنيوم فويل، وكمان ورقتين من الزبدة علشان الفخدة او الفراخ او ايا كان اللي هنسويه ما يكونش ملامس على طول لورق الالومنيوم. هتبلها بقى من كل الجوانب، وش وظهر كويس، وادخل بايدي كده التتبيلة في كل الفتحات اللي احنا عملناها، عشان زي ما قلنا من جوه الفخدة من جوه تكون شاربة كويس من التتبيلة ويكون طعمها حلو، وكمان تستوي كويس. ممكن نستبدل دبس الرمان اللي انا ضفته في التتبيلة بمعلقة كبيرة من العسل الابيض، او معلقة عسل اسود، او سكر، ايا كان. بس مهم قوي ان احنا نضيف اي حاجة من دول علشان بتخلي معايا الفص نفسه طري. ضفت كمان شوية من ورق اللورا، وكمان 3 أو 4 فصوص من الحبهان، هفركهم بايدي كده واضيفهم على الفخدة، وبعد كده بقى هقفل عليها كويس. لو حابين تضيفوا معاها خضار وهي بتستوي زي ما تحبوا، بس انا بصراحة افضل تسويتها كده لوحدها. هكمرها بقى كويس جدا، واقفل ورق الزبدة كويس وورق الالومنيوم، وكمان هضيف ورقة كده على الوش من ورق الالومنيوم، واقفلها كويس من كل الجوانب، ومش هضيف ولا نقطة مية. هدخلها بقى دلوقتي الفرن على الشبكة على الرف الاوسط، والفرن على اعلى درجة حرارة اول ساعة، وبعد كده بهدي النار نار متوسطة لمدة ساعة كمان. هي تاخد في الفرن اقل حاجة 2 ساعة، طبعا هتختلف المدة لو هتسوي بيها الفراخ بتاخد وقت اقل.
هحضر بقى دلوقتي رز بسمتي، الرز الاصفر مناسب بقى للمشويات. ضفت معلقتين من الزيت، وكمان فصين من الحبهان، و2 لومي، وهنا كمان مش هستعمل بصل، وهيدي نتيجة حلوة قوي، وبيكون اخف كتير من الرز اللي يعني بنستعمله بصل مقطع. كمان هنا ضفت رشة بسيطة جدا من القرفة، لو موجود قرفة خشب يعني يبقى افضل. وكمان 3 حبات كده من القرنفل الحب، معلقة كبيرة من الكركم، وكمان بابريكا، ونص او معلقة صغيرة من الكاري، وكمان فلفل ابيض. واغسل الرز كويس جدا بعد ما اشوح التوابل، يعني تشويحه بسيطه خالص، تقليبه بسيطه في الزيت. هضيف الرز بعد ما غسلته كويس وصفيته، وانا ما بنقعش الرز البسمتي، لو هتنقعوه يعني يا ريت ما يزيدش عن 10 دقايق. وضفت له الملح المناسب بتاعه، وقلبته كويس جدا مع التوابل، وبعد كده ضفت له الميه المناسبه ليه. ونخلي بالنا كويس من الرز البسمتي اللي احنا بنستعمله والميه. في رز بيحتاج للكوبايه منه 1.5 كوبايه ميه، وفي رز بيحتاج للكوبايه منه 2 كوباية. بعد ما الرز اتشرب معايا الميه، قلبته تقليبه كده بسيطه، وضفت على الوش شويه من الزبيب، وهدي النار شمعه يكمل التسويه بتاعته زي تسويه اي رز عادي. هنا ما شاء الله الفخده بتاعتي كانت استوت، وشلت من على الوش الالومنيوم ورق الزبده، واديت لها تحميره حلوه كده تحت الشوايه. يعني طفيت الفرن، شغلت الشوايه وحمرتها. ممكن تحمروها اكتر من كده، ممكن من غير تحمير زي ما تحبوا. ما شاء الله الرز بتاعي بعد ما استوي كويس، شايفين مفلفل وحلو ازاي ومحتفظ، يعني الرزه نفسها محتفظه بشكلها مش مكسره. قلبتها كويس بقى مع الزبيب، وهقدم فوقيها الفخده. كانت مستويه كويس جدا، يعني السوا بتاعها مظبوط. بشيل بس ورق اللورا اللي لازق عليها اهو. تتبيله تحفه، اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. مختلفه جدا، بتدي طعم مختلف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعه الصفحه واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بربع كيلو مفروم بس هنحضر كفته بكميه كبيره، كفته موفره بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكمان طعمها هيجنن. هنعمل بيها صينيه قرنبيط بالكفته تكفي من 5 ل6 افراد، وجبه موفره جدا. يتقدم معاها رز بشعريه، ومش عايزه اكتر من كده. في الاول هجيب الزهر او القرنبيط، بعد ما اغسله كويس هقطعه وردات كبيره مش صغيره علشان ما يتهريش مننا زي كده. وبالنسبه للسلق، في ميه مغليه على النار، اول ما تغلي هنضيف عليها نص معلقه صغيره من الكمون، مش اكتر من كده. ومش بضيف ملح ولا سكر ولا اي حاجه، هو الكمون وبس. الكمون حلو جدا في سلق القرنبيط او الكرنب. هنزل في الميه المغليه بالكمون بوردات القرنبيط، وهوزعها فيه كويس واغطيها. اول ما تبتدي تغلي، بس مش هنسيبها حتى تغلي غلوه، اول ما تبتدي تغلي هبتدي اصفي القرنبيط اهو. هشيله واحده واحده، ومهم جدا ان احنا ننزل بيه في ميه بارده علشان نوقف التسويه بتاعته وما يتهريش. وبعد الخطوه دي بقى نقدر نغسله ونصفيه كويس من الميه ونشيله في الفريزر. وهنا هسلق باقي الكميه، وبعدها هغسل القرنبيط بتاعي كويس جدا، وهبتدي اعمل الكفته زي ما قلت لكم. هنقدر نخزنه بنفس الطريقه، انا بخزن القرنبيط بنفس الطريقه دي. في كبه حطيت فيها بصلايه متوسطه وحزمه واحده بس صغيره من البقدونس، فرمتهم كويس جدا، ونزلت عليهم ببطاطسايه صغيره، اصغر بطاطسايه عندكم هتسلقوها وتنزلوا بيها على البقدونس والبصل وتفرموهم كويس، وعليهم 1/4 كيلو مفروم، مش اكتر من كده. كده بقت جاهزه. هبتدي اضيف عليها دلوقتي البقسماط، 2 معلقة كبار من البقسماط، وملح وفلفل اسود، ودي التوابل اللي انا هحتاجها، مش هضيف اكتر من كده. وهبتدي اعجنها كويس جدا لحد ما تكون مش ملزقه معايا. لو لاحظنا ان هي ملزقه شويه نضيف معلقه كمان من البقسماط. كميه البقسماط بتعتمد على كميه الدهن في اللحمه، يعني لو اللحمه فيها كميه دهون زياده شويه هنحتاج نضيف بقسماط تاني. وهبتدي اشكلها بعد ما اعجنها كويس جدا. هبتدي اشكلها كرات كده، يعني في حجم الليمونه الكبيره شويه، وهضغط عليها ضغطه بسيطه. حاول طبعا على قد ما اقدر ان احجامهم كلها تكون متساويه.
بعد ما خلصت كل كميه ما شاء الله اللهم بارك، مين يصدق ان الكميه دي من ربع كيلو بس مفروم. في الصينيه اللي هنسوي فيها القرنبيط هحمر فيها الكفته علشان ما نهدرش مواعين وكمان زيت. 3-4 معالق كده من الزيت وهبتدي احمر الكفته. اول ما تاخد لون بس على الناحيه الاولى هقلبها. مفيش احلى من كده. وتقدروا تعملوا الكفته بنفس الطريقه وتعملوا بيها اي نوع خضار تاني كمان، تقدروا تحطوها في صينيه بطاطس هتكون حلوه جدا. هحمر الكفته كلها بنفس الطريقه لحد ما تاخد لون موحد، وهبتدي اهو اطلعها بقى على مناديل مطبخ. وفي نفس الصينيه بس هنا طبعا طفيت النار، وهبتدي اوزع القرنبيط في باقي الزيت الموجود. انا ما زودتش زيت تاني. هوزع القرنبيط في الصينيه كويس، وبعد كده هضيف ملح وفلفل اسود. دي بس التوابل اللي انا بعمل بيها صينيه القرنبيط. ما بحطش كمون، كمان مش بستخدم فيها توم. وهوزع على الوش الكفته، وهنزل عليهم بكوبايتين او 3 من عصير الطماطم الفريش على حسب طبعا الكميه اللي احنا هنسويها. واول ما تغلي غلوه اهو بنظبط الملح بتاعها. هزودها هنا شويه ميه علشان كميه كانت عشان تبقى متناسبه يعني. ولما تستوي كويس بدخلها تحت الشوايه في الفرن، يعني يدوب بس تاخد تشميعه بسيطه، مش لازم الصوص بتاعها ينشف، بالعكس ما بيكون فيها صوص كده بتكون حلوه قوي، ومش محتاجه جنبها غير رز بشعريه، مش اكتر من كده. لو حابين تحمروا كمان الصينيه زياده عن كده زي ما تحبوا. زي ما قلت لكم الكفته موفره جدا. مين يصدق ان الكميه دي عملناها بربع كيلو مفروم بس. اهو مستويه من جوه وطعمها يجنن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم، نجربوها ان شاء الله وتنجح معاكم. هستنى رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كبسه الفراخ من الاكلات السهله والمميزه، وكمان طعمها حلو جدا، وكمان بتتعمل في حله واحده، يعني كمان هنوفر في المواعين. ما شاء الله كانت الفراخ مستويه وتحفه وريحتها جميله جدا. هنعملها مع بعض بطريقه مختلفه شويه. تابعي معايا الفيديو. لو اول مره تشوفيني اعملي متابعه للصفحه، ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب حلة حط فيها حوالي معلقة كبيرة من الزبدة، وعليها معلقتين من الزيت، زيت نباتي عادي. وكمان هضيف عليهم دلوقتي التوابل الصحيحة، حوالي 5 ورقات لورا، 3 حبهان، 5 قرنفل حبة أو 4، عود قرفة خشب، و2 لومي. البهارات الصحيحة كده هشوحها كده مع الزبدة والزيت لحد ما الزبدة تدوب خالص. وهنزل عليها دلوقتي ببصلاية واحدة متوسطة مقطعها مكعبات صغيرة، وهبتدي اشوحها كويس مع التوابل دي. واول لما تدبل هضيف عليها الكبد والقوانص، قطعتها مكعبات صغيرة. احنا مش هنهدر اي حاجة في الفرخة، هنستعملها كلها اهو. هقلبها كده تقليبة حلوة لحد ما تبتدي تدبل وتاخد تحميرة خفيفة خالص، بس ما سيبهاش تنشف، بلاش تنشف اهو. دلوقتي بقى هضيف عليها فلفل اخضر مقطعه مكعبات صغيره. هنا استعملت حوالي 2 فلفل اخضر، ولو في فلفل الوان يبقى حلو جدا طبعا. هشوحه برده تشويحه حلوه، وبعدين هنزل عليه طماطمايه واحده متوسطه مقطعها مكعبات صغيره، وكمان واحده جزر مبشوره. هي دي الخضار بتاعنا اهو. هقلبه كده كويس. ولو مش حابه تضيفي جزر او طماطم يعني ممكن تستغني عنه، بس صدقيني هو طعمه مش هيبقى واضح في الاكل، بس هيدي للكبسه طعم مميز جدا. دلوقتي بقى بعد ما قلبتهم تقليبه كويسه هضيف ملح وفلفل اسود، وكمان شويه من الكركم، حوالي نص معلقه صغيره كركم، ونص معلقه صغيره جنزبيل بودر. ومن بهارات الفراخ هضيف معلقه صغيره بهارات فراخ. جربي التوابل دي احلى كتير من توابل الكبسه الجاهزه اللي بنشتريها، طعمها حلو جدا ونتيجتها ان شاء الله تعجبك. وكمان هنا نص معلقه او ربع معلقه صغيره توم باودر، لان التوم الباودر اللي عندي طعمه قوي قوي وريحته قويه، فضفت ربع معلقه صغيره. هقلبهم بقى مع الخضار واسيبهم لحد ما الخضار ده يبتدي يدبل وما ينشفش تماما، يعني احس انه خلاص هيتحمر حلو كده قوي. هضيف الفراخ بتاعتي. جبت فرخه كامله قطعتها نصين، يعني قسمتها نصين، كل صدر مع ورك. طب ليه ما قطعتهاش 4؟
مع اني هسيبها لما تستوي تماما، تستوي جدا وكل ربع يبقى لوحده. بس لما انت بتقطعيها 4 من الاول الصدر بيكش، الصدر بيكش، ويعني تحسي ان هو بيتكور شوية. لكن الطريقة دي هتخليه اخد وضعه وشكله حلو، حتى لو هتسويه زي كده لحد ما كل ربع يكون لوحده. هنا حاولت كده اقلبها شوية في التتبيلة، واحط شوية تتبيلة على الوش اللي هي بالخضار اهو، وغطيتها لما حسيت ان الفراخ ابتدت تنزل ميتها. نزلت عليها بقى بمية سخنة، يعني حوالي كده يعني يدوب اغطي تقريبا الفراخ علشان تستوي فيها كويس. بعد كده هغطيها، وطبعا احنا ما ظبطناش الملح في الاول، حطينا ملح ولما تدخل في السوا هنبتدي نظبط الملح. هنا بعد ما عدى 10 دقايق عليها وهي بتغلي على نار عالية، هقلبها كده، اخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبعد كده هغطيها وهدي النار، تبقى النار متوسطة مش هادية قوي ومش عالية على يعني تماما. هنا خلاص كانت الفراخ استوت، خدت حوالي 40 دقيقة او ساعة، ده بيرجع لحجم الفرخة بتاعتك هتاخد تسوية قد ايه. هي كانت استوت وزي ما قلت لكم بقى ربع، كل ربع لوحده. هنا بقى ظبطت الميه بتاعتها، زودتها شويه علشان تناسب كميه الرز اللي انا هستعملها. وهنا استعملت رز بسمتي ما شاء الله كان نوع حلو جدا. هنا بقى يعني دقت الميه طبعا وحسيت ان هي او المرقه وعايزه شويه فلفل، وكمان كانت عايزه ملح ظبطته، وحطيت كميه الرز بتاعتي. ما شاء الله الرز اللي انا استعملته كانت نوع حلو جدا، حبه طويله ورفيعه، وكانت كوبايه الرز منه بتاخد من حوالي 2.5 ل3 ميه. وهنا بقى الفراخ قبل ما ادخلها الفرن تاخد لون تحت الشوايه، عصرت عليها ليمونه كامله، بتديها كده مزازه وطعم حلو، والمزازه كمان ما بتبقاش واضحه قوي، بتبقى خفيفه فبتبقى حلوه جدا. ما شاء الله خدت لون حلو تحت الشوايه. وهنا ما شاء الله كمان كان الرز بتاعي خلاص استوى، بعد ما اتشرب هديت عليه النار لحد ما يستوي عادي جدا زي الرز المصري. وممكن طبعا بدل الرز البسمتي تستعملي رز مصري، مفيش اي مشكله. هبتدي بقى اقدمه دلوقتي. هعمل يعني قدمته في طبق كبير وحطيت كده فوقه الفراخ، ممكن تقدميه طبعا في اطباق صغيره زي ما تحبي. ما شاء الله كانت ريحتها حلوه جدا ومستويه، والفص بتاع الفراخ دايب. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. صينيه سمك بطريقه مختلفه، كمان طعمها كان تحفه، حاجه كده ما بين صينيه السمك بالبطاطس اللي احنا عارفينها والسمك السنجاري. واحضر جنبها كمان رز احمر او رز الصياديه من غير محمر بصل. احلى حاجه في الصينيه دي ان احنا هنحضرها كده كلها ني في ني، وهندخلها الفرن تستوي مع نفسها. للتتبيله معايا معلقتين من الزيت النباتي، كمان معلقتين من الخل الابيض، وعصير ليمونه واحده كبيره، وطبعا ملح، كمون معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره، رشه بسيطه جدا من الجنزبيل البودر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا بتديلها طعم ولون حلو جدا، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هقلب التتبيلة كويس جدا، والتتبيلة دي أنا هتبل بيها كل حاجة هنضيفها في الصينية لوحدها، هنشوف ازاي. معايا خضار قطعته ترانشات أو شرايح، وجزر مبشور، تقدروا تستعملوا الخضار اللي تحبوه. كمان لو بتحبوا السبايسي تقدروا تضيفوا كمان فلفل سبايسي. ان انا حضرت بصل وطماطم وفلفل اخضر بارد وجزرايه واحده كبيره مبشوره. ضفت على الكلام ده كله معلقه واحده بس من التتبيله، وكمان شويه من الملح عشان الخضار ده يكون طعمه مظبوط. عايزه اقول لكم الخضار ده بيبقى طعمه تحفه، يتاكل كده لوحده. كمان معايا نص كيلو من الجمبري، تقدروا تستغنوا عنه طبعا وتعملوا الصينيه بنفس الطريقه، سمك بس. غسلته كويس جدا بالليمون، وكمان نضفته كويس وشلت سلسلة الظهر منه. هجيب الصينية اللي انا هسوي فيها السمك، ضفت فيها معلقة واحدة من الزيت، وكمان كنت محضرة شرايح من البطاطس او بطاطس ترانشات، بس نراعي ان هي ما تكونش سميكة زيادة عن اللزوم او رفيعة قوي عشان ما تتهريش، المهم يكون سمكها معقول علشان تستوي كويس. ضفت عليها شوية كمان من التتبيلة اللي احنا حضرناها، ملح، فلفل اسود، وكمون علشان يكون ملحها مظبوط، وكمان شويه من الخضار اللي احنا حضرناه. هدعكها بايدي كويس جدا علشان البطاطس تتبل كويس، وهبتدي اوزعها في قاع الصينيه قبل ما نضيف السمك.
دي سمكة بوري كبيرة، تقدروا تستعملوا اي نوع سمك تحبوه. انا فاتحاها من الظهر زي السنجاري بالظبط. هتبل السمكة بباقي التتبيلة اللي معايا، وهدلكها بايدي كويس جدا علشان اللحم بتاعها يتشرب التتبيلة ويكون طعمه حلو. عايزة اقول لكم مهم جدا في اي طريقة للاسماك الملح بتاعها لازم يكون مظبوط. السمك بالذات لما بيكون عادم مش بيبقى حلو. ضفت على الوش بعد ما دلكت السمكة كويس بالتتبيلة الجمبري اللي احنا حضرناه، وزعته كويس على وش السمكة وباقي الصينية. عايزة اقول لكم القشر بتاعه انا استغليته وغسلته كويس جدا وغليته بورق لورا وحبهان وشوية من الفلفل الاسود وصفيت المية بتاعته. ضفت كمان على الوش باقي الخضار اللي احنا حضرناه. وهجيب بقى مية الجمبري اللي بقولكوا عليها دي، خدت كوباية واحدة منها، القشر بتاعه عمل معايا كوبايتين، خدت كوباية واحدة منها ضفتها على الصينية. عايزة اقولكوا ودت طعم الصينية دي في حتة تانية خالص. هغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن طبعا مسخناه من قبلها كويس على درجة حرارة 220. هتدخل على الصاج مباشرة فوق النار مباشرة لمدة نص ساعة. بعد كده هرفعها على الشبكة رف اوسط تكمل التسوية بتاعتها، هتاخد ساعة الا ربع ساعة على حسب. هحضر دلوقتي الرز. حضرت على النار كمية المية اللي هتناسب كمية الرز اللي انا هسويه، وكمان كان فيها كوباية من مية الجمبري. عايزة اقول لكم خلت طعم الرز تحفة. معجون البصل بقى اللي انا ضفته ده معجون بصل. لما بحضر صيادية وبحمر البصل بزود الكمية شوية، والباقي بعد ما بطحنه كويس بشيله في الفريزر. بينفع بقى في حاجات زي كده، خليها ما تاخدش معايا وقت، مش كل طبخة هحمر لها بصل. فباخد منه معلقة وبضيف على المية بتاعة الرز اللي انا هسويه، يعني الكمية اللي هتناسب كمية الرز. ضفت البصل شوية كمان معلقة صغيرة من الثوم، وضفت الرز كمان وشوية من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة كمون والملح. اول ما يتشرب الرز بنقلبه تقليبة واحدة وبنهدي عليه النار شمعة لحد ما يكمل سوا زي كده. ما شاء الله كان لونه وطعمه مظبوط جدا. بس كده، وصينية السمك بتاعتنا طلعت من الفرن. لو حابين تحمروا الوش ممكن تشيلوا الفويل وتحمروا الوش، بس انا ما حمرتوش علشان الكلام ده كله ما ينشفش. كل حاجة فيها كانت تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهو هقلبها برضو كده معلية لحد لما تدبل ويبتدي لونها يغير، وبعد كده هنزل عليها بالقلب. هنبتدي كده واحدة واحدة بالحاجات اللي بتاخد وقت في التسوية. الحلو في الصينية دي ان انتي لو مش بتحبي اي صنف فيهم ممكن تستغني عنه، مش لازم، وتعملي الصينية عادي جدا بباقي المكونات. نزلت كده بالقلب وهقلبه بقى كده مع الكلام ده لحد ما يبتدي كده يغير لونه ويدبل اهو زي كده. هنزل بقى دلوقتي بالكلاوي. كلاوي كمان مقطعاها قطع صغيرة، بس مش صغيرة قوي ومش رفيعة قوي، سواء قلب او كلاوي عشان ما تنشفش مننا اهو. وهقلبها برضو بنفس الطريقة لحد لما تدبل. ممكن كمان تضيفي للصينية دي بس في الاخر خالص فشة لو بتحبوها، تسلقيها وتقطعيها وتضيفيها في الاخر. وممكن كمان تضيفي سجق، بيبقى حلو قوي. ممكن تقطعيه قطع صغيرة وتضيفيه مع الكلام ده قبل الكبدة. قلب كده الكلاوي مع القلب لحد ما ياخدوا كده تحميرة كده ولون حلو اهو. ودلوقتي بقى في النص هضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هو بصراحة بيدي طعم وريحة بقى فظيعة للصينية دي. عايزة اقول لكم ان الريحة من دلوقتي كانت رهيبة من قبل ما اضيف اي توابل، ريحة فعلا تحفة. هشوح كده التومة مع الكلام ده كله اهو. بعد كده هنزل بالكبدة. الصينية بتاعتي من غير طماطم او بصل اهو. اقلب بقى الكبدة كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هضيف لها التوابل بتاعتها. توابل بسيطة جدا، شوية ملح. يعني حلو في الصينية دي ان هي شويات كده صغيرة من كل حاجة كده، كميات صغيرة هتعمل معاكي في الاخر نتيجة حلوة قوي وصينية جميلة جدا تكفي عدد افراد كبير. ملح شوية صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان كده قطعة فلفل سبايسي. انا حطيت قطعة صغيرة لانه كان حامي قوي، ممكن تستغني عنها لو في اطفال، ممكن طبعا تزوديها لو بتحبوا سبايسي. كزبرة ناشفة حوالي كده معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. هقلبها كده كويس مع الكلام ده. اول ما الكبده كده تدبل وتغير لونها تماما هنزل بالفلفل.
اكله ما كانتش على البال بس نتيجتها عظيمه قمر قوي، يا ريت كلكم تجربوها. تقولي بقى عيش بالفراخ، فطير بالفراخ، زي ما تسموا. هي عجينه طريه وهشه وحلوه جدا ونتيجتها احلى كتير من العيش. معايا كيلو من الدقيق الابيض المنخول، ضفت عليه ذره ملح ومعلقتين من السكر وكمان باكت من الخميره الفوريه. هقلبهم مع بعض كويس وبعد كده هضيف معلقتين من الخل الابيض وهعجن بميه دافيه، ميه تكون فتره ايدك تستحمل الحراره بتاعتها، بلاش ميه سخنه علشان ما تموتش الخميره بتاعتك. وهنعجن من غير زبادي ومن غير لبن والنتيجه هتكون جميله جدا. هعجنها بقى كويس لحد ما العجينه تتلم معايا، بس في نفس الوقت مش عايزاها تكون عجينه ناشفه، عايزه يكون فيها تلزيق اهو، تلزيقه اهي زي كده. هضيف لها بقى دلوقتي معلقتين من الزيت وهقلبهم مع بعض كويس. ممكن مكان الزيت تضيفي معلقه واحده من الزبده، بس طبعا تكون طريه في درجه حراره المطبخ. هقلبهم مع بعض كويس وهسيبها تتخمر بقى معاكي من نص ساعه لساعه على حسب درجه حراره المطبخ عندك. وعلى ما تتخمر العجينه هقطع الخضار بتاعي. معايا هنا بصلتين حجم متوسط، هقطعهم مكعبات صغيره. العجينه دي ممكن تحشيها اي حاجه تحبيها، ممكن تحشيها كمان بخلطه الحواوشي، هتطلع معاكي احلى كتير من الحواوشي الاسكندراني. عجينه بجد خفيفه جدا ونتيجتها احلى كتير من العيش واخف. هقطع كمان فلفل اخضر مكعبات صغيره وممكن فلفل الوان، وكمان معايا صدور من الفراخ هقطعها مكعبات صغيره. ممكن مكان الصدور تقطعي لحمه، ممكن زي ما قلت لكم تحشوها بحشوه الحواوشي، خلطه الحواوشي اللي احنا بنعملها في البيت. وممكن كمان سجق ومكان الفراخ واللحمه، وممكن بسطرمه واجبان اللي تحبوه. هي عجينه ما شاء الله جميله جدا وهتطلع نتيجتها حلوه في كل الاحوال. بعد ما قطعت الفراخ والبصل والفلفل تقطيعه واحده كل مكعبات صغيره، جيت في طاسه فيها معلقتين من الزيت، نزلت بيها في الفراخ وزعتها كويس، وما ابتدى يغير لونها قلبتها لحد ما يبقى لونها موحد زي كده. هضيف عليها البصل، اقلبهم تقليبه واحده وبعدين هضيف التوابل بتاعتي. معايا ملح وفلفل اسود وشويه بسيطه جدا من الجنزبيل البودر، حوالي نص معلقه صغيره، وكمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. هقلبهم كويس وبعدين هضيف شويه لو تلاحظوا الفراخ ابتدت تنزل الميه بتاعتها والبصل كمان. هضيف معلقه صغيره من البابريكا ونص معلقه صغيره من السماق. السماق بيدي تيست حلو جدا جدا مع الفراخ، بيدي كده مزازه حلوه قوي. اقلبهم كده مع بعض كويس اهو، ابتدوا ينزلوا الميه بتاعتهم. هضيف عليهم كمان الفلفل الاخضر وهقلبهم واغطيهم لحد ما يتشربوا الميه بتاعتهم ويستووا كويس. ومش عايزاها يكون فيها اي ميه علشان ما تبوش العجينه معايا، يعني هخليها تنشف كويس جدا. او كده كمان العجينه ما شاء الله بتاعتي اتخمرت وبقت حلوه جدا، هشه وطريه. بتلزق وبستعمل دقيق، يعني بعفر ايدي كده بالدقيق علشان اعرف انزلها من الطبق او من البوله، واستخدم الدقيق علشان اعرف اقسمها كور بقى على قد ما اقدر، يعني تكون كور متساويه. ما تقوليش العجينه بتلزق وهتغلبك والكلام ده، هي بتلزق بس نتيجتها حلوه جدا، احلى كتير ما تكون العجينه ناشفه، هتطلع معاكي العجينه مكتومه. كل ما تكون هشه هتطلع معاكي العجينه خفيفه وحلوه. هبتدي بقى كده اخد كوره وابتدي باول كوره احنا عملناها، هفردها كده على الرخامه، وطبعا مستعمله دقيق على الرخامه عشان اعرف افردها كويس. والسمك بتاعها ما يبقاش خفيف قوي يعني تقطع منك ولا تخينه قوي. وابتدي دلوقتي بقى اجيب اول واحده فردناها، حطيت عليها شويه من الفراخ وعليها كمان فلفل اخضر فريش، بيدي ريحه حلوه قوي مع العجين غير الفلفل اللي احنا حطيناه مع الفراخ وسويناه معاها. وابتدي كده اقفل الجوانب كويس قوي، اعملهم كده 2 وابتدي اسويهم، وعلى ما اسويهم على النار هكون عملت 2 غيرهم لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. اهو اقفلها بقى كده كويس وهتتقفل معاكي وتتلزق كويس لان هي العجينه خفيفه وطريه. اجيب بقى كده الجريل، طاسه، ممكن كمان تسويها في الفرن زي ما تحب. حطيت معلقه من السمنه، سمنه بلدي، هتديها تست حلو جدا. ابتدي بقى كده اضيف العيش بتاعي او الفطاير او الحواوشي زي ما تسموا كده. اما تاخد لون اقلبها على الجنب التاني، واخر دقيقتين هغطيها علشان اتاكد ان العجينه استوت تماما، وان شاء الله هتكون مستويه معاكي وحلوه جدا. وفي كل مره ببتدي اسوي فيها بنضف الجريل بتاعي كويس بمنديل، وبعدين هضيف معلقه من السمنه في كل مره واضيف الحواوشي.
ما شاء الله كانت نتيجته حلوه جدا. هتقولي عجين وحضرنا حشوه على النار والكلام ده، لا بجد ما بتاخدش وقت خالص. شايفين النتيجه حلوه ازاي وخفيفه وطريه، وفي نفس الوقت هي مديه كده قرمشه من بره بسيطه. ممكن كمان تسويها في الفرن لو تحبين. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم. قوارب البطاطس بالكفتة هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير قلي، وكمان هتكون خفيفة جدا في الأكل. أول حاجة معايا هنا بصلتين صغيرين وكام فص ثوم وحوالي ربطة من البقدونس الأخضر. ضربتهم كويس مع بعض في الكبة، وعليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة فرمتهم كويس في الكبة. وبعد كده ضفت عليهم 3 معالق كبار من البقسماط، ملح، فلفل اسود، شوية صغيرة من الكمون، وكمان شوية من بهارات اللحمة او ال7 بهارات زي ما تحبي، واقلبهم كويس جدا بقى مع بعض. الكفتة دي بتكون خفيفة جدا، وكمان هترمي معاكي كمية حلوة قوي. بعد ما قلبتها كويس هدخلها التلاجة حوالي نص ساعة لحد ما احضر البطاطس. هحاول كده البطاطس تكون مقاس واحد. هنا البطاطس ما كانتش معايا مقاس واحد، والمفروض تكون المقاس ده، بس هنتعامل برضو. هجيب كده البطاطساية هقسمها بالطول، وبعد كده همسك كل نص وابتدي افرغه او اقوره كده بالمعلقة. هعمل فيه مكان لتسكين الكفتة. بتتقور بسهولة جدا وبسرعة، المعلقة بتساعد كتير اهو. نعمل كده بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. وتفريغ البطاطس ده مش هرميه، هنحتاجه. عملت كده باقي الكمية وحطيتها في مية، وكمان تفريغ البطاطس او تقوير البطاطس وكمان حطيته في مية. طلعت دلوقتي بقى الكفتة بتاعتي من التلاجة، وهبتدي اعملها صوابع. صوابع بتكون طويلة شوية شكل بيضاوي، علشان تكون مناسبة لشكل البطاطس ويكون شكلها حلو فيها. مش عايزاها مدورة ومش عايزاها طويلة ورفيعة زيادة عن اللزوم. هحاول كده بقى على قد ما اقدر اعملها كلها مقاس واحد اهو. هحمر دلوقتي بقى الكفتة في الزيت. خلصت كل الكمية، وهاجي كده في الطاسة على النار في زيت سخن، وابتدي انزل الكفتة. انزلها كده واحدة واحدة. هبتدي اديها تحميرة خفيفة في الزيت، وما تقلقيش احنا هنطلعها على مناديل مطبخ وهتصفي باقي الزيت اللي فيها. لكن البطاطس انا هستعملها كده مش هقليها، وهتكون متماسكة ومستوية وشكلها حلو جدا، وكمان هتكون خفيفة في الاكل، ما تقلقوش ابدا. هحمر بقى الكفتة. اللون ده حلو قوي، هديها اللون على الناحيتين. بعد ما حمرت كل الكمية وطلعتها على مناديل المطبخ، هاجي دلوقتي بقى في الصينية اللي هشتغل فيها. حطيت فيها تقوير البطاطس، وضفت معلقتين من الزيت وفلفل اسود، وكمان شوية من الكمون وملح علشان تمليح البطاطس دي، وكمان قوارب البطاطس. هقلبهم كده مع بعض كويس، وبعد كده هضيف عليهم شوية من عصير الطماطم الفريش. عصرت حوالي حبيتين من الطماطم اهو. هضيف شوية مش كتير، واقلبها كويس مع الكلام ده. وبعد كده هضيف عليها قوارب البطاطس، هبتدي ارصها في الصينية. وبعد ما اخلص خالص هنشوف كمية الطماطم دي او عصير الطماطم مناسبة ولا هنضيف تاني. فما تضيفيش عصير الطماطم مرة واحدة، وعايزاه يكون خفيف مش تقيل. وطبعا انا صفيتها كويس بعد ما عصرتها. هملى كده الصينية بالبطاطس، وما شاء الله اللهم بارك جت على القد بالظبط، خدت الكمية كلها اهو. هبتدي بقى دلوقتي اوزع فيها الكفتة. هبتدي كده احط الكفتة، والبطاطس كبيرة وطويلة والمكان كبير. هحاول احط كده 2 من الكفتة. المهم ان احنا نملأ الفراغ اللي احنا عملناه في الكفتة، ويطلع في النهاية شكلها حلو اهو. في بطاطس المكان خد واحدة، وفي في حاجات اهو زي كده خدت 2 على حسب حجم البطاطس نفسها. بس يفضل زي ما قلت ان في الاول يعني يكون كلها حجم واحد. بس انا اتعاملت بقى بالبطاطس اللي موجودة عندي اهو. بعد ما وزعتها كده كويس، هضيف تاني شوية من عصير طماطم عشان كان كده شوية عليها، عشان البطاطس تستوي كويس. وكمان اتبقى معايا شوية من الكفتة. لو في فراغات بقى ممكن تحطيها كده، ممكن تشيليها في الفريزر لمرة تانية تستعمليها. والكفتة دي حلوة قوي لو حضرتيها وحمرتيها وشلتيها في الفريزر، تعملي بقى بيها وصفة زي كده، تعملي بيها خضار زي ما تحبي.
هغطيها بقى دلوقتي بورق فويل، وممكن تسويها بطريقتين، ممكن تسويها في الفرن، ممكن تسويها على عين البوتاجاز فوق. انا هسويها كده على عين البوتاجاز، ولما تستوي بس نخلي بالنا ان البطاطس ما تتهريش. هطفي عليها واحضر لها دلوقتي بقى صوص ابيض او بشاميل خفيف. معلقه من الزيت وعليها معلقه من السمنه، وضفت عليها معلقه واحده بس من الدقيق الابيض. هقلبها كويس، وبعد كده هضيف عليها كوبايه من الحليب وهقلبها، وهضيف لها دلوقتي ملح وفلفل ابيض. انا ضفت في الاول كوبايه من الحليب، وهلاحظ ان القوام تقيل شويه، فهضيف تاني نص كوبايه اهو ملح وفلفل ابيض. انا بحب جدا الفلفل الابيض في البشاميل علشان ما يغمقش لون البشاميل اهو. وعملت كمان جنب الاكله دي رز بالشعريه، ممكن تاكليها بعيش زي ما تحبي. هنا بقى ضفت نص كوبايه اللبن اللي قلت لكم عليها اهو. كده قوامه حلو قوي، انا عايزاه خفيف زي كده، مش عايزاه تقيل ابدا عشان اوزعه بسهوله فوق الكفته. كده البطاطس بعد ما استوت معايا ولونها حلو قوي كده، مش عايزه لونها يكون احمر قوي غامق، كده خفيفه اهو. هوزع دلوقتي بقى البشاميل فوق كل واحده، وجاي على القد بالظبط. الكميه دي مناسبه قوي، اللي انا حضرتها مناسبه للصينيه. هجيب بقى دلوقتي ميكس اجبان او موتزاريلا او شيدر اللي موجود عندك، ممكن تحطيه على الوش وممكن تكتفي بيها كده. هدخلها بقى دلوقتي تحت الشوايه يعني دقيقتين 3 لحد ما تاخد لون حلو. ممكن كمان تطلعي لونها يكون افتح من كده. سهله جدا وبسيطه، وكمان فكره جديده للكفته، تغيير في الاكل اهو. ما شاء الله غرفتها وهي سخنه، مستنتش لما تبرد. البطاطس مستويه جدا وبتتقطع بسهوله. ما شاء الله البطاطس الايام دي نراعي ان هي ما بتاخدش وقت كبير في التسويه، تستوي بسرعه وفي نفس الوقت متماسكه. برغم ان هي لسه سخنه انا ما استنيتش ان هي تبرد، ما شاء الله متماسكه، ما بتتهريش مني وانا بشيلها، وما احتاجتش ان انا اقليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعه للصفحه، والسلام عليكم. هنعمل مع بعض صينيه فراخ بتتبيله حلوه جدا، سهله وسريعه، والتتبيله دي تحفه كمان للفراخ المشويه على الفحم. لو جربتيها ان شاء الله هتعتمديها وتعجبك جدا. شايفين بقى الصوص الرهيب ده، بجد لذيذ جدا وكان تحفة. قبل ما نبتدي في الفيديو اعملي متابعة للصفحة ولايك وشير، ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا هنا للتتبيلة واحدة بصلة كبيرة، وطماطمية صغيرة، و2 فلفل اخضر بارد ضربتهم كويس في الكبة. ولو بتحبي سبايسي ضيفي فلفل سبايسي. معانا هنا بقى ملح، فلفل اسود، وشوية صغيرة خالص من الكمون، كمان بهارات فراخ، جنزبيل بودر، بابريكا، وسنة بسيطة خالص من القرفة بتفرق في الطعم. وكمان بقى سماق، السماق ده بجد في التتبيلة رهيب ويبقى حلو جدا مع الفراخ. معلقتين صويا صوص او اسفة دبس رمان. لو هتضيفي صويا صوص قليلي الملح والفلفل الاسود. انا هنا ضفت دبس رمان، و2 معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، وكمان عصرة ليمونة كبيرة، ليمونة كاملة، ومعلقة زيت. بس كده كده التتبيلة بتاعتي جاهزة. انا هنا بقى نسيت اضيف توم المفروم او توم باودر اللي تحبيه، هضيفه بعدين، بس هو الاحسن انه يضاف دلوقتي مع التتبيلة في الخطوة دي. هجيب بقى دلوقتي الفراخ مغسولة كويس جدا اهو، ونقعتها مدة كافية في ليمون وملح ودقيق، وغسلتهم كويس جدا وكمان صفتها. هجيب بقى الفرخة كده قطعتها 4 أجزاء، وابتدي أشرحها كويس جدا علشان التتبيلة يعني تدخل في كل مكان فيها، وكل فص فيها يكون متشبع بالتتبيلة وطعمه حلو. حتى الجوانح كمان شرحتها. بس كده هجيب بقى دلوقتي الصينية اللي هشتغل فيها، وابتدي كده بإيدي أدخل التتبيلة في كل مكان، وفتحته كده بالسكينة اهو فوق وتحت، ادعك بيها الفراخ كويس جدا.
الطريقة دي بقى تعمليها، ممكن تسوي الصينية دي بطريقتين. ممكن على البوتاجاز تغطيها وتسويها على البوتاجاز، ولما تستوي تدخليها الفرن تاخد لون تحت الشواية. وممكن تدخليها على طول في الفرن، يعني تستوي في الفرن وبعد كده تحمري الوش بتاعها زي ما تحبي. وكمان ممكن في الاخر تعملي لها فحماية هتخلي طعمها بجد في حتة تانية، بس انا هنا للأسف ما كانش عندي وقت فما عملتش فحم. اهو تبلها بقى كده كويس جدا وادعكها كويس قوي كده. خلاص انا هنا عملت صينية الفراخ كده من غير خضار خالص، اكتفيت بيها كده. لو حابة تضيفي بطاطس طبعا هتضيفيها في قاع الصينية وتحط لها جزء من التتبيلة الحلوة اللي انت عملتيها دي. انا بقى حطيت كل الاشياء بتاعتها، الكبد والقوانص والكلام ده كله تحت، وباقي التتبيلة اللي بقى عندي هحطه كده فوق الفراخ كده. خلاص بقت جاهزة معايا. طريقة سهلة وسريعة. ممكن بقى تعملي جنبها بطاطس محمرة، بطاطس محمرة، او مكرونة محمرة، مكرونة بطماطم. ممكن كمان رز بشعرية زي ما تحبي. انا هنا عملت جنبها رز بشعرية. هنا بقى انا هسويها على البوتاجاز من فوق، شايفين من غير مية خالص. وهنا الفراخ اهي ابتدت تنزل المية بتاعتها، انا ولعت عليها من غير اضافة اي مية خالص. وضفت هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم اللي انا قلت لكم نسيت اضيفها في الاول مع التتبيلة. برضو انا ضفتها الحمد لله في اول ما ابتدت الفراخ تغلي وتنزل ميتها وهتاخد الطعم وكل حاجة. بس كده غطيها. شايفين بقى المية هنا زادت ازاي؟ في المرحلة دي بقى دلوقتي هبتدي اوطي النار. انا كنت ولعت عليها في الاول على النار عالية، وهنا خلاص كانت بعد ما استوت ما شاء الله جميلة جدا. وحمرت الفرن الوش بتاعها في الفرن تحت الشواية تحميرة كده خفيفة. عملت جنبها رز بشعرية. يا رب تكون الطريقة سهلة وخفيفة عليكم وتعجبكم وتجربوها ان شاء الله. ولو جربتوها استنى رأيكم في الكومنتات. شايفين بقى الصوص ده رهيب بجد بجد رهيب. وممكن كمان تاكليها بعيش من غير مكرونة او رز او اي حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا خلاص ابتدت تحمر او تتحمر زي ما انا عايزة. هستمر في التقليب برضو. هنا بقى تقريبا كانت خلاص اهو. لما تتحمر وتاخد اللون اللي انت عايزاه هتشيلي البصل، هتصفيه من الزيت وتشيليه بقى في طبق علشان اهو زي كده. هو لونه كده حلو قوي. هتشيليه زي كده علشان يبرد ويبتدي يخرفش معاكي يبقى ناشف. ده هيسهل معاكي طحنه. او اهو كده صفيته خلاص من الزيت. وهجيب بقى هنا الحلة اللي هطبخ فيها الرز. وهحط فيها الزيت بتاعي. حطيت فيها كمية المية المظبوطة للرز اللي انا هعمله، وضفت عليها باقي الزيت اللي انا كنت بحمر فيه البصل بعد ما صفيت البصل. وهنا كمان في الحلة اللي كنت بحمر فيها البصل حطيت فيها المية اللي هسوي فيها السمك، وهسيبهم مع بعض يغلوا. على ما يغلوا بقى شايفين البصل هنا كان بيخرفش وبارد وسهل بقى طحنه. دلوقتي ممكن بقى تطحنيه في الكبة، في مطحنة البهارات، في الهون زي ما تحبي. المهم انه يبقى معجون ناعم كده زي ما انت شايفه. دلوقتي مية الرز غلت، نزلت عليها بمعلقة من معجون البصل اللي انا عملته ده واشوف لونها. لو لونها لسه فاتح بضيف شوية، ما توصل اللون اللي انا عايزاه خلاص. هنا بقى تكه حلوه قوي بتدي طعم حلو جدا للرز الصياديه. نص معلقه صغيره من معلقه الشاي توم مفروم ني، ضيفيها كده على الميه وهي بتغلي قبل ما تضيفي الرز. هنا الرز بتاعي كان مغسول ومتصفي كويس، ضفته كده على الميه وحطيت له الملح بتاعه وهقلبه واغطيه. بس لسه هرجع له تاني.
اهو. تكة التوم دي حلوة جدا، انا ما كنتش بعمل بيها الرز الصيادية قبل كده، بس ما جربتها بجد حلوة جدا. دلوقتي بقى المية بتاعت السمك غلت، حطيت ضفت عليها شوية من الملح ورشة فلفل اسود، وكمان معلقة كده من معجون البصل اللي احنا عملناه. طبعا هي مش هتبقى كفاية وهضيف تاني. ما تحطيش البصل بتاعك كله، اظبطي اللون واحدة واحدة براحتك. ايوه جربي كده بالمعلقة، شوفي فيها اللون، ما تستعجليش، ولو محتاجة ضيفي تاني من البصل. كده خلاص كان لونها حلو جدا. رشة فلفل اسود كمان بسيطة، وابتدي بقى انزل فيها السمك بتاعي اهو. السمك لما يبتدي ياخد في يدخل في السوا ما تقلبهوش كتير. هنا بقى رجعت للرز، هضيف له شويه فلفل اسود حوالي نص معلقه صغيره، ورشه بسيطه من الكمون المطحون. كده الرز بتاعي جاهز، هغطيه واسيبه لما يتشرب الميه بتاعته خالص. وهنا بقى شوربه السمك طلعت الريم على الوش، لازم اشيله. في يقولك ايه، لازم ان انت توربي غطاء الحله وانت بتطبخي الصياديه علشان الزفاره، الاكل ما يبقاش ريحته زفاره. انت لو غسله السمك كويس كويس جدا جدا وشلتي الريم ده، مش هيبقى فيه اي ريحه زفاره. وبرده انا هنا وربت غطا الحله وملوش اي لزوم والله. هنا الرز اهو كان اتشرب الميه بتاعته، هديت عليه النار خالص وسبته لحد ما يكمل سوا. وبس كده، والسمك بتاعي خلاص كمان كان استوى، وظبطت الملح بتاعه. وهنا بعد ما بيستوي تعصري على الشوربه نص ليمونه، ولو ما عصرتيهاش ما فيهاش اي مشكله، زي ما تحبي. عصرت نص ليمونه وكده خلاص كان خلص. هبتدي بقى اغرف الاكل بتاعي. شايفين الرز لونه حلو ازاي؟ بجد كان جميل جدا وطعمه حلو ومفيش اي مراره للبصل. في ناس كتير لما تحمر البصل بيقولوا ان هو بيبقى عاطي مراره شويه، لا بالعكس خالص. ما تخليش البصل وانت بتحمريه يوصل للون الاسود، هو مش هيبقى مر ولا حاجه. وهنا لون الشوربه كان تحفه وصافيه علشان انت طحنه او البصل كويس جدا اهو. وابتدي بقى دلوقتي كمان هغرف جزل السمك او قطع السمك، لونها جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. جربوها بجد والله، الطريقه دي هتعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوها بنفس الطريقه اهو. كده كده الاكل بتاعي جاهز. فطار سهل وسريع ومختلف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدفونة اللحمة أكلة بسيطة وسهلة، بس في نفس الوقت مش كتير بيعملوها. طريقتها بسيطة وسهلة جدا، ممكن تعمليها في يوم. يعني هتكوني هتسوي لحمة بس مش حابة تعملي خضار، اعمليها بالطريقة دي هتكون حلوة قوي. معايا حلة على النار فيها معلقتين من الزيت، نزلت عليهم بكام فص مستكة وفصين من الحبهان، واول ما المستكة دابت نزلت باللحمة كده قطعة قطعة. يعني انا بحاول ما انزلش باللحمة مرة واحدة علشان ما بردش الحلة، انا عايزاها تاخد صدمة ولون حلو، يعني لون كده تحميرة بسيط اهو زي كده اهو. كده حلوة قوي. هقلب اللحمة تقليبة وهبتدي اغطيها، هتنزل بقى السوائل بتاعتها وتستوي فيها، وكل ده على نار عالية. مش ههدي النار دلوقتي اهو. ابتدت تنزل السوائل بتاعتها، هسيبها بقى لما تستوي فيها وتاخد كده تحميرة حلوة بسيطة. هبتدي اضيف لها المية بتاعتها او مقدار المية اللي يناسبها، ومية سخنة. طالما احنا سوينا اللحمة بالطريقة دي او هنبتدي نطبخها بالطريقة دي، هنضيف لازم مية سخنة. لو ضفتي مية باردة هتأخر تسوية اللحمة. بعد ما غطيت اللحمة كده بالمية المناسبة، هبتدي اشيل اي ريم يطلع على الوش عشان الزفارة. اللحمة لما بتكون فريش ما بتطلعش اي ريم، يعني علشان متشاله في الفريزر، واي نوع لحمة متشال في الفريزر هيطلع ريم كده. هنشيله كده واحدة واحدة لحد ما يبقاش فيه اي ريم خالص وتبقى الشوربة صافية كده. هبتدي بقى اضيف دلوقتي كام ورقة لورا، كمان طماطمايه وبصلايه صغيرين، انا بضيفهم كده بشقهم شق بسيط ما بقطعهمش، وكمان ملح وشويه صغيره من الفلفل الاسود. لو انت عارفه ان اللحمه بتاعتك سنها كبير
او القطعيه بتاعتها مش بتستوي بسرعه، ما تضيفيش لحمه في الاول لما تبتدي تدخل في سوا. هنا ما شاء الله اللحمه كانت استوت بنسبه 80% وشوربتها كانت رهيبه ما شاء الله. انا سويتها بنسبه 80% بس علشان لسه هتكمل تسويه في الرز علشان ما تتهريش مننا. تطلع القطعه كده بقطعتها. معايا حله على النار فيها بصلايه متوسطه مقطعه مكعبات صغيره ورشه ملح في معلقتين زيت، وقلبتها كده لما تدبل وتبتدي تاخد لون بسيط كده جاهزه. هطلع بقى اللحمه بتاعتي من المرقه وهصفيها واضيفها على البصله كده، واقلبها مع البصله كده تقليبه واحده اهو، يعني تاخد من طعم البصله كده. وهضيف لها دلوقتي شويه من الفلفل الاسود، وكمان هضيف الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس هبتدي اضيفه على اللحمه وهشوحه معاها. انا استعملت طبعا رز مصري، والكميه هتستعمليها يعني على حسب عدد الافراد اللي هياكلوا. اقلبها كده مع اللحمه كويس طبعا، وهنظبط الملح بتاعها وما ننساش ان المرقه فيها ملح علشان ما تجيش معانا ملحها زياده. وابتدي بقى اضيف لها الشوربه او المرقه كده على حسب برضو كميه الرز اللي احنا طبخناها عادي خالص زي ما بنطبخ الرز العادي. هقلبها واغطيها على النار على نار عاليه. واول لما تتشرب زي كده هبتدي هدي النار شمعة خالص واغطيها. بس قبل كده هضيف شوية من الزبيب، غسلته كويس وصفيته. الزبيب بيدي تست حلو قوي مع اللحمة والرز، يعني بجد هي وجبة رهيبة، ياريت تجربوها. ووصفة جميلة جدا ما بتاخدش اي وقت، بسيطة وسهلة وتعتبر بتتعمل في حلة واحدة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها. استنى رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله.